السلام عليكم ورمضان كريم. ازيكم عاملين ايه؟ يلا نبدأ بقى ونشوف قضية النهاردة. في نص التسعينات هيبدأ عقد كامل من جرائم القتل المتسلسلة اللي هترعب منطقة باتون روج. في كل مرة في المنطقة دي لما بيسمعوا ان الطب الشرعي اتطلب بيقولوا يا ساتر في ايه تاني؟ حصل ايه تاني في المنطقة دي؟ ابتدت تتكون سلسلة جرائم عنيفة ومرعبة والناس بقت مشلولة من كتر الخوف. المواطنين في الشارع ما كانوش عارفين حتى يتمشوا، خايفين اي حد يعمل لهم اي حاجة في الشارع. وكانت الضحايا كلهم شكلهم مرعب، ايديهم الاتنين وراسهم بيبقوا مش موجودين، مفصولين تماما. بس ايه اللي كان بيحرك الوحش ده؟ وايه اللي كان بيخليه يفكر ويعمل في الحاجات دي كلها؟ ولما سألوا مراته في الوقت ده انت ما كنتش عارفة وحاسة ان انت قاعدة وعايشة مع وحش؟ قالت لهم ولا اي حاجة حسيت بيه، الشخص ده كان طبيعي جدا لدرجة ان محدش يشك فيه. الموضوع ده كله حصل في ولاية لويزيانا. لويزيانا معروفة إنها ولاية فيها كرم، فيها حب، فيها مودة. لما تمشي في الشارع كله بيسلم على بعضه وكله محبوب، ولكن مش كل الولاية كده. في مناطق كان بيعتبر المشي فيها مرعب جدا. وفي ولاية لويزيانا موجود منطقة اسمها باتون روج. باتون روج دي فيها الجنوب وفيها الشمال. عايزة أقول لكم الاتنين بيختلفوا تماما زي الصبح والليل. جنوب باتون روج تلاقي الناس كلها كويسة، الناس بتسلم على بعض وبيحبوا بعض، الجيران كلهم متعاونين. ولكن في الشمال الناس بتخاف تمشي، في هناك خطر كتير جدا. ولحد النهارده لحد وقتنا هذا شمال باتون روج معروف إنه هو فيه ماضي وفيه عنف رهيب. الستات ماشية هناك عارفة إن في خطر، في ستات كتير جدا بتشتغل كفتيات ليل، وكمان المخدرات موجودة في كل حتة. والقتل في المنطقة دي عادي جدا، أي حد يقول ده اتقتل في الشارع، ده هو ماشي حد ضربه بالمطوة مثلا، عادي جدا كأن مفيش أي حاجة بيتكلموا عنها. وده بيبين لنا الأساس بتاع قضية النهاردة، الأساس بتاع الراجل اللي عمل كده في الستات اللي كانوا بيشتغلوا في الوقت ده. وواحدة من الستات اللي كانت شغالة في المنطقة دي دونا بنت جونسون، واللي كانت في ساعتها أم لطفلين. هي في الوقت ده كانت مدمنة كراك، والسبب اللي بيخليها قاعدة في الشوارع، السبب اللي بيخليها طلقة نفسها كده في الشوارع، إن هي عايزة تاخد مخدرات وخلاص. هي بتدور على الكيف وأي حاجة تانية مش مهتمة بيها. ولكن ابنها وعيلتها بيقولوا يا جماعة هي ما زالت ولسه أم وكانت بتحب أطفالها، وكانت بتحاول إنها تأدي واجبها كأم اتجاه أطفالها. وكانوا أهلها دايما عندهم اللي هو الأمل إن هي ترجع لهم. ابنها جاستن بيقول إن هي في نص الليل فجأة كان بتكلمه وبتقول له أنا بحبك، تصحيه من النوم وفجأة وتدي له حضن، وبعد كده يكتشف إن هي تاني يوم اختفت. الموضوع ده بيتكرر كتير جدا كلوب. فبالنسبة لهم إن أمهم يصحوا من النوم يكتشفوا إن هي اختفت ومش موجودة عادي بيحصل كل يوم. وبيقولوا إنه أكيد في يوم من الأيام الموضوع والدنيا بتاعتها دي هتتحسن. لكن في سنة 2004 هيحصل اكتشاف مرعب جدا. زوج وزوجة طلعوا عشان يدوروا على الكلب بتاعهم عشان هو كان هربان، وهما بيدوروا عليه اكتشفوا ان في فايل كده او حاجة مرمية على الارض شبه جثة ست. طبعا كلموا البوليس، وهنا اكتشفوا ان السبب في الست دي ميتة فيه الخن. في اليوم ده كان يوم الجمعة الساعة 2 الظهر، جات له لابنها جاستن مكالمة الساعة 2، هما لسه راجعين هو واخوه من صالة الباسكت بيلعبوا باسكت بول. لقى انه موبايله بيرن الرينج تون او النغمة اللي هو حاططها لباباه، وهو بيقول انا لما عارف ان بابا بيرن عليا وخصوصا الصبح بما انه مفيش اي حاجه احنا عايزينها ولا محتاجينها، فانا عارف ان في حاجه مرعبه حصلت. وهنا قالوا لهم ان الست اللي لقوها مرميه دي كانت مامتهم دونا. بيحكوا المحققين وبيقولوا ان هم لما اطلعوا لمسرح الجريمه اول حاجه شافوها ان في واحده ست وقع على وشها وكانت كمان متغطيه بالجاكيت. هم شالوا الجاكيت اكتشفوا ان ايديها للست دي مقطوعه من عند الكوع، وكمان لما دوروا في مسرح الجريمه ما كانش فيه الدراع ده موجود. اكتشفوا كمان ان اللحم اللي عند فخدتها اتمقطوع كده على شكل مربع 3x3، واكتشفوا ان الجزء او المربع الجلد اللي اخده القاتل دي كان تروفي اخدها من الضحيه بعد ما سابها في الحاله اللي هي كانت فيها دي. في الوقت ده المحققين كانوا عارفين وفاكرين ان دي اخر ضحيه للقاتل اللي هم بيدوروا عليه اصلا، لانه الطريقه دي كانت معروفه لسفاح باتون روج اللي كان بيخطف الستات بالليل وبيعمل فيهم نفس الحاجه اللي عملها في دونا. طبعا هم كانوا مرعوبين لانهم بيقولوا هل دي اخر مره؟ هل هو هيعمل كده تاني؟ هل احنا هندور عليه ازاي؟ للاسف هم كانوش عارفين ان القضايا دي كلها والقتل السادي والشخص المريض ده كله بدأ الموضوع ده كله من 10 سنين. شهر مارس سنة 1994 تيري لي موا كانت شغالة في سوبر ماركت في الشفت الليلي. هي بتقول أنا في الوقت ده كنت قاعدة
وواحده من صحباتي كلمتني، قالت لي ان هي اتعرفت على شاب كويس جدا، وقالت لي انت لازم تتعرفي عليه، لازم تخرجي معاه في ديت. بتحكي وبتقول انا كنت مديره في سوبر ماركت صغير، كنت دايما بحب اشتغل بالليل عشان انا عندي وحده ما بتعاملش مع ناس كتير. فلما كلمتني صاحبتي وقالت لي ان انا اتعرف على الشاب ده اللي هو في الوقت ده اسمه شون، قلت لها طيب تمام يا ستي، نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. هي اول ما اتعرفت عليه وشافته لقيت ان هو شكله شاب اللي هو ايه، اهبل كده ومنطوي. طيب تقول انه انا اول مره احس بامان مع راجل، لان هو شكله وشبهه اللي هو زي ولاد الجيران اللي انتوا مثلا جاركوا الطيب قوي انتوا ممكن تسيبوا معاه الاطفال كلها، لان انتوا عارفين ان هو مش هيعمل اي حاجه وحشه فيهم. هي حست بالاحساس ده باتجاه شون. بعد اول مقابله لشون كانت هي مش معترضه خالص انها تتعرف عليه، فابتدوا ان هم يتعرفوا على بعض اكتر وبقوا يتقابلوا مع بعض في بيتها. هنا ابتدى الموضوع يتطور اكتر فاكتر ودخلوا في علاقه. بتحكي وبتقول انه بيته كان كويس قوي، بيته كان حلو قوي، ولكن كان مش مهندم. الاطباق في كل حته، هدومه موجوده في كل مكان وهو مش مهتم بيه، ولكن هو كان بيت كان كويس. هي بتقول انا كنت بحبه جدا وعايزه انه انا اشوف اخر اختبار ليه، هل هو شخص امن كفايه ان انا اقضي بقيه عمري معاه. وهنا قررت انها تخلق مشكله كده بينها وبينه علشان تشوف رد فعله اتجاهها هيبقى ايه. قررت انها تتخانق معاه وتديله بالقلم على وشه فقط عشان تشوف هو هيتصرف ازاي. في اللحظه دي بص لها كده وكان متعصب وقعد يدب رجله على الارض وقال لها الولاد مش المفروض ان هم يضربوا البنات، وحتى البنات المفروض ما تمدش ايديها على الولاد. هنا بتقول انا اخدته بالحضن وعرفت ان انا كده في امان. لكن تيري ما كانتش تعرف كل حاجه عن حياه شون. في الناحيه الثانيه من السوبر ماركت اللي كانت شغاله فيه تيري كان فيه دار مسنين. دار المسنين دي كان اسمها سانت جيمس بالاس. كان في واحده هناك نزيله عندها 82 سنه اسمها آن براين. كل اللي يعرفوا عن آن براين انها طيبه جدا جده وحبوبه، وكله كان بيحب يزورها ويشوفها. ولكن في مساء يوم 20 مارس كان المفروض الممرضة بتعمل دلوقتي الدورة بتاعتها علشان تشوف وتطمن على النزلاء وعلى المرضى الموجودين. هي متعودة من ماري آن إن هي دايما بتسيب الباب الخارجي بالشقة بتاعتها مفتوح علشان الممرضات يخشوا ويطلعوا براحتهم، وهي ما تضطرش كل شوية إنها تفتح الباب وتقفل الباب. وكان المعروف يا جماعة إن في المنطقة دي دار المسنين دي أمان، مفيش أي حاجة مرعبة بتحصل فيها. ولكن مع صباح اليوم التاني لقوا مشهد فظيع جدا، لقوا جثتها لماري آن في البيت. ماري آن اتهجم عليها بطريقة وحشية جدا اللي اتعمل فيها حاجات مرعبة. أول حاجة بعد ما ضربها وأذاها قطع دراعها من عند كحة، وهنا في المكان ومسرح الجريمة ما لقوش حتى بقية الدراع بتاعها. كمان لقوا من عند فخدها كان متاخد حتة جلد، وكمان مش عارفين الجلد دي واخدينها فين. بيقولوا اللغز بقى موجود، ليه شخص يعمل كده في ماري آن معروفة ومحبوبة ومش بتأذي حد، والمفروض المكان ده كان آمن؟ مين اللي عمل فيها كده وليه عمل فيها كده؟ تعالوا نتعرف على جون فينسنت جيليس، حبيب تيري مور. كان عنده تاريخ عائلي مضطرب جدا من وقت الطفولة. مشاكله كلها بدأت بحادثة مؤلمة جدا ما بين باباه ومامته. باباه اسمه نورمان ومامته اسمها إيفون. في يوم من الأيام نورمان كان سكران اللي هو الأب، دخلت عليه الأم إيفون، لقت إن هو ماسكه لشون وحاطط مسدس على دماغه، وقعد يهددها ويقول لها انا مش عايز ابقى معاكم، انا هقتلك واقتله وبعد كده اقتل نفسي. طبعا الموضوع ده كله كان مؤلم ومرعب جدا بالنسبه لشون. طبعا لحقوهم، وفي الوقت ده نورمان اتحط في مصحه عقليه. اللي خلاه كده ان هو بيحب جدا يسكر، ولما بيسكر بيشرب وبيدمج معاها ادويه كتير، فده اللي خلق له وده اللي عمل عنده مشاكل كتير واضطرابات نفسيه كتير. عدى الوقت وكبر شون مع مامته، ولما عدى في المدرسه الثانويه كان في مدرس بيرعاه اسمه روبرت. بيحكي بيقول ان هو على مدار 30 سنه اللي درس فيها في المدرسه دي كان حابب وواثق جدا في شون. بيقول ان هو عارفين الاولاد اللي بتقعد لوحدها كده في الفصل، الولاد اللي ما بتعملش اي مشاكل، حتى ما بيشاركش في اي رياضه من الرياضيات، ولكن هو كان شاطر، كان بيعمل واجباته وما بيعملش مشاكل مع اي حد. بيقول ان هو متاكد انه بالرغم ان هو طفل كويس الا ان هو ما كانش سعيد خالص. بيحكي وبيقول انه انا بشوف دايما الاطفال معاهم اهاليهم، لما بيبقى في اي ايفنتس في المدرسه، لما بيبقى في اي حاجه الاطفال بتيجي مع اهاليها، ولكن هو دايما شون بيحضر كل حاجه بنفسه، بيعتني بنفسه، مفيش اي حد من اهله بيهتم بيه. فلما الطفل بيكبر كده بيبقى عنده مشاكل وغضب كبير جدا، وهو بيقول انا كنت متاكد ان هو هيطلع عنده غضب كبير جدا اتجاه المجتمع. في الفتره دي لما قابل تيري المفروض ان هو لقى كل حاجه بيحبها وكل حاجه كان نفسه فيها في حياته. التحليل النفسي بيقول ان تيري وشون كانوا دايما مناسبين جدا لبعض، كل واحد فيهم دور على الحاجه اللي محتاجها من الشخص التاني وهو بيديها له. هي كانت بتقول ان هي عندها احساس عدم الامان، وهو كان برضو دايما بيحس بعدم الامان. هو لما شافها حس ان هي شبهه، فعشان كده دخل معاها في علاقه. ولكن شون كان عنده عيوب كتير جدا بيحاول يخبيها من تيري،
ولكن ما يعرفش ان تيري كانت عارفه. في وقت من الاوقات شون كان مدمن على الاباحيه. تيري اول مره تخش عليه لقت ان هو بيتفرج على حاجات مش كويسه، واكتشفت ان هو عنده ادمان على الحاجه دي، فده كان سبب من اسباب المشاكل اللي بتحصل ما بينهم. وحقيقه ان تيري كان دايما شغلها بالليل، وان شون دايما لوحده قاعد بالليل في البيت، ده خلى ان في بعد يحصل ما بينهم في علاقتهم. وهنا يقدر يدور على ستات بالليل علشان يعمل فيها الفانتاسيز اللي عايز يعملها اللي هو بيتفرج عليها. فدايما كان بياخد عربيته وبيسوق طول الليل وبيدور على اي واحده ست. ده مش معناه ان تيري كانت مقصره في حقه، هو اللي كان مدمن وهو اللي كان بيعمل حاجه غلط. وواحده من الستات اللي كانت ماشيه في الشوارع في اليوم ده كاثرين هول. كل الناس عارفه، كل الناس متاكده ان البروستيوشن او الدعاره مرعبه وحاجه خطيره جدا، وحاجه طبعا المفروض الانسان ما يعملهاش، ولكن المهنه دي معروفه جدا في كل مكان. ولكن هي خطيرة أكتر في مدينة باتون روج، في شمال باتون روج بالتحديد، لأنها منطقة مرعبة وكلها خطر. ولكن في ليلة 4 يناير سنة 1999 المخاطر اللي كانت موجودة حوالين كاثرين هول اللي كانت بتفكر فيها دايما هتبقى أكتر من إنها تتغلب عليها. أول لما البوليس لقاها واقعة على وشها في منطقة وشارع مسدود جدا، وكانت المنطقة أو الحتة اللي هي محطوطة فيها محطوطة تحت يافطة مكتوب فيها طريق مسدود. وكان واضح للكل إن دي جريمة مش عادية، وإن اللي عمل كده شخص مش طبيعي. عدد الطعنات وعدد القطعات اللي موجودة فيها بتدل إن الشخص اللي عمل فيها كده عنده عنف وكره تجاه الستات. مع بداية التحقيقات المحققين اكتشفوا إن الطريقة اللي اتقطعت بيها والطريقة المعروضة فيها كانت معروضة إن هي مش تبقى مستخبية، إن هي تتلاقى. يعني اللي عمل كده بيقول لهم شوفوا أنا عملت إيه. وكان في كمية تقطيع كبيرة، وكمان كان في علامات ربط. ولكن لما حققوا ما كانش في أي حاجة تقول لهم مين اللي عمل فيها كده. والدليل الوحيد اللي لقوه هو الجاكيت اللي كان محطوط عليها. لما لقوه ما كانش فيه عليه أي بصمات، فده معناه إن الأدلة اللي بيسيبها الراجل اللي عمل كده في الستات دي نذير شؤم، هو عارف هو سايب ايه. ومسرح الجريمه كان بيأكد ان دي مش اول جريمه حاصله ومش هتبقى اخر جريمه حاصله في المنطقه دي. عمالين بيحققوا قابلت مين، شافت مين، كلمت مين في الوقت ده، علشان عايزين يعرفوا او يضيقوا الدايره التحقيقات بتاعتهم. وفي نفس الوقت ده الشروخ في علاقه تيري وشون ابتدت تكبر اكتر فاكتر. عايزه اقول لكم بقى الجدول الزمني بتاع الشغل، الجدول الزمني اللي خلاهم علاقتهم تبقى بعيده شويه عن بعض. هو كان بيرجع من شغله الساعه 5 ونص. في الوقت ده هي الشيفت بتاعها اصلا من 11 بالليل للساعه 6 الصبح. فمعنى كده ان هو في الوقت اللي هو بيجي فيه هي بتبقى نايمه او هي بتبقى تعبانه وعايزه تنام عشان تشوف الشيفت الليلي بتاعها. فكده هي بتقول ان في حاجه غلط، ما بيشوفوش بعض كتير جدا. وساعات لما بتصحى من النوم بتلاقيه هو واخد عربيته ورايح، او واخد عربيته وجاي متاخر للبيت. فلما بتساله بتشوف مين، بتروح لفين، ما يقولهاش اي اجابه. فانا كانت بتقول انا عندي شك ان هو بيشوف واحده ست تانية. مين الواحدة ست دي؟ وبتحكي وبتقول ان في يوم من الايام وهو واخدها من الشغل بيوصلها، بتساله انه في ريحه بشعه وريحه وحشه قوي في العربيه. بتساله ليه العربيه ريحتها كده؟ قال لها انه كان في حيوان هو ضربه من غير قصد في الشارع ولسه في ريحه دم في العربيه. قلت له طيب لو سمحت نظف العربيه عشان ريحتها غير مقبوله. وخدت بعضها ودخلت البيت ونامت. ومفيش حد اتكلم تاني ولا تكرر الحديث عن الموضوع ده. وهنا ابتدى هوس شون بالكمبيوتر والمواقع الغريبه بقى على الانترنت يبتدي تاني. ابتدى يخش على المواقع اللي فيها صور ستات مقتولة، صور ستات ميتة. ابتدى يحب ان هو يتفرج على صورهم، ابتدى يحب يشوف ايه اللي بيحصل فيهم. وفي مرة من المرات راح لمراته تيري وقال لها بصي لقوا عندنا ايه هنا في باتون روج، في واحدة ست لقوها مرمية ومحصول فيها كذا وكذا وكذا. هي طبعا كانت مصدومة من اللي هي شافته، وقالت له لو سمحت ما تورينيش حاجة زي كده تاني خالص. وبره اهتماماته بدايرة الانترنت والمواقع الغريبة اللي هو بيتفرج عليها كان عنده دايرة أصدقاء قليلين قوي. وواحدة من الأصدقاء دي كانت جوني ماي ويليام. هو قابلها وتعرف عليها في المحل اللي هو كان بيشتغل فيه. هي كانت بتنظف ساعات في المحل ده، فابتدوا ان هم يبقى علاقتهم كويسة مع بعض، يبقوا أصحاب شوية مع بعض، وتيجي تنظف لهم بيتهم. وابتدوا بقى ان هم يستمتعوا ان هم يشربوا شويه مخدرات مع بعض ويقضوا الليل. جوني ماي كانت معروفه ان هي طباخه شاطره وبتستمتع جدا ان هي بتعمل شعر اصحابها وشعر الناس اللي هي تعرفهم في المنطقه. ولكن قرار جوني ماي انها تخرج في الشارع في يناير سنه 2003 قرار خطأ جدا، لأنه في الوقت ده هتختفي، ولغز اختفائها وقتلها مش هيتحل خالص غير بعد 9 شهور. في الوقت ده كان عندها 45 سنة. في شهر أكتوبر سنة 2003 في الوقت ده جه للبوليس مكالمة إن في ولد طفل صغير لقى جثة. هو راح راكب العجلة بتاعته بيدور على الكلب بتاعه، دخل في الغابة على أساس إن هو يدور ويلاقي الكلب. لقى قدامه الست شكلها مرعب جدا دي. طبعا لما راحوا وشافوا مسرح الجريمة اكتشفوا حاجة مرعبة، إن شكلها وهيئتها وطريقة تقطيعها وتقطيع الإيدين وإنها مش موجودة، وحتى حتة الجلد اللي متاخدة من عند الفخذ زي بالظبط ما حصل في كاثرين هول.
وبعد ما حققوا واكتشفوا ان هو بالظبط نفس القاتل اللي عمل كده في الستتين دول، اتعرفوا على الضحيه دي وكانت جوني، وابتدوا بقى ان هم دلوقتي يعملوا بروفايل على القاتل ده والشخص ده. الشخص ده محترف جدا وعارف هو بيعمل ايه وما بيسيبش وراه اي دليل. لما بنبص لحياه جون فينسنت بنلاقي يا جماعه ان هو شخص عنده اوقات فراغ كتير جدا، وساعات اوقات الفراغ دي بتعدي الشخص العادي. هو شخص اكيد عنده رابطه وعلاقه قويه قوي بمامته، علاقته ان هو عدى مع مامته بحاجات وحشه، باباه كان سيء، فابتدت علاقتهم تبقى احسن. ولكن فجاه وهو عنده 29 سنه مامته قررت انها تسيب له بيته خالص وتسيب له البيت وتمشي وما يعرفش عنها اي حاجه. وفي الوقت ده بقى هو غضبان جدا. الجيران كانوا دايما بيسمعوا صوته وهو عمال بيضرب في الزباله وبيكسر في البيت وبيحاول يصوت ويعيط كتير جدا. بيقولوا ساعات ان هو كانوا بيسمعوا صوته بالليل بيصوت زي الولف او الديب للقمر. انتوا متخيلين اللي هو بيعمل او كده؟ تخيلوا. كان هو حاسس ان هو فجاه اتساب، ان هو عنده 29 سنه ما عندهوش المهارات الكامله في الحياه ان هو يتعامل مع الحياه دي، وانه ليه وليه مامته تسيبه عشان تكمل مسيرتها. وهنا بقى ابتدى ان هو يبقى مدمن اباحيه ومدمن انترنت ويشوف حاجات غريبه على الانترنت. وبعد 12 سنه من الست دي بقى ان هي سابت ابنها، مدينه باتون روج هتلاقي وتشوف سلسله جرائم مرعبه جدا. اخرها ان هم هيلاقوا بواقي تقطيع للدونه موجوده ومرميه في القناه اللي عندهم في مدينه باتون روج. وكان باين في الوقت ده ان الشخص ده في حاجه غريبه جدا فيه. ابتدت بقى تنتشر الاشاعات ان في قاتل متسلسل موجود في المنطقه دي. ابتدت الجيران والستات ما ينزلوش في الشوارع، يقفلوا ابوابهم ويقفلوا الشبابيك، وحسوا ان هم في خطر كبير قوي، لان مسرح الجريمه بتاع دونا كان مسرح مرعب قوي. في الوقت ده عايزه اقول لكم انه اختلاف العقل واختلاف الشكل واختلاف السن ما بين الضحايا بتاعته خلى الناس كلها مرعوبه على نفسها. ولكن دلوقتي عندهم شويه ادله موجوده من قضيه او مسرح الجريمه بتاع دونا، وهنا ابتدوا ان هم يحققوا في المسرح الجريمه ده اكتر فاكتر. اول ادله في مسرح الجريمه ان كان في علامات عربيه ان هي رجعت وراحت للمكان ده. طبعا العلامات دي ممكن ياخدوا الصوره المصوره ليها ويشوفوا ايه نوع العجلات وايه نوع العربيه ومين اشترى العجلات دي في المنطقه بتاعتهم. واللي شجعهم اكتر في الموضوع ده كله ان في مجموعه من الدي ان ايه او الحمض النووي موجوده على كل الضحايا، كانت موجوده برضو على جثه دونا. ابتدوا بقى الاف بي اي يبقوا متحمسين ان هم هيلاقوه او متحمسين اللي هم هيكتشفوه في الموضوع ده كله. هنا اول حاجه اكتشفوها قائمه الناس اللي اشترت العجلات دي، وكان اول واحد على القائمه دي شون جيليس. بتحكي تيري مراته بتقول ان هي في يوم من الايام بعد ما رجعت من الشغل الصبح لقت ان في 2 موظفين اف بي اي وبوليس وبيخبطوا عليها، بيقولوا لها ان هم عايزين يتكلموا مع شون. سالتهم هم ليه عايزين يتكلموا معاه، فقالوا لها احنا عايزين نتكلم معاه هو لوحده وتفضلي تخشي جوه. هي بتقول كان في حاجه غريبه، فخرج شون يتكلم معاهم، ولما دخل قال لها ان هم عايزينه يروح معاهم الاسم. بتقول في اللحظه دي انا مش عارفه ليه هم شاكين فيه وليه بيقولوا ان هو عمل جرايم، انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. بعد ما راح معاهم فضل واقف شويه قدام العربيات وقال لهم هو انا ممكن اشرب سيجاره دلوقتي؟ قالوا طيب اتفضل اشرب السيجاره يا سيدي اللي انت هتموت عليها قبل ما نروح نعمل التحقيقات. شرب نص السيجاره ورماها على الارض وبعدها قرر ان هو يروح معاهم. وهم قاعدين بقى في اسم الشرطه وهم بيحققوا معاه قال له هو انت عارف احنا بنحقق معاك في ايه؟ قال لهم بتحققوا معايا انه في عجلات، العجلات دي لقيته ان زيها طالع من عربيتي، فبتقولوا ان انا عربيتي كانت موجوده في مسرح الجريمه ده. وبيكلمهم بكل ثقه في نفسه. قال لهم كمان ان في ضحيه بتقولوا ان هي اترمت من عربيتي وانا بقول لكم هي ما نزلتش من عربيتي. لما ابتدوا ان هم يتكلموا معاه مفيش عندهم اي دليل، ابتدوا ان هم ياخدوا منه دي ان ايه وافرجوا عنه. رجع البيت وابتدى ان هو يحضر الاكل هو وتيري. في الوقت ده هي ما نامتش لان هي كانت مرعوبه لجوزها حبيبها اللي هي حاسه معاه بالامان البوليس اخدوه. ابتدوا ان هم يعملوا الاكل وعملوا بيتزا وكمان اتفرجوا كمان على فيلم. في اخر اليوم ده جات للبوليس الاخبار اللي هم كانوا مستنيين. الدي ان ايه او الحمض النووي اللي موجود في كل مسارح الجريمه هو الحمض النووي بتاع شون. البوليس قرر ان هم ياخدوا سوات تيم، طبعا لان في القضايا الكبيره اللي بتبقى فيها قتله متسلسلين بياخدوا سوات تيم. يا جماعه الشخص اللي قتل وعارفين ان هو واخد اكتر من روح او اكتر من 3 4 خلاص سوات تيم دخلوا كسروا عمل الابواب، كسروا عليهم كل حاجه والشبابيك، وبعد ما دخلوا رموا عليهم قنبله دخان واخدوه. تري بقى عماله بتصوت وبتقول لهم ليه بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا فيه كده؟ بص عليها الضابط وقال لها هو انت مش عارفه ان انت عايشه مع سفاح ولا ايه؟ انت مش عارفه اللي انت عايشه معاه ده شخص مرعب؟ هنا بتقول انا ما كنتش مصدقه كل الكلام اللي بيتقال، ولكن واحده على واحده ومع الوقت ما يعدي هتكتشف الشخصيه المرعبه لشون. بتحكي وبتقول ان هي اول لما راحت على الاسم عشان تشوفه لقيته قاعد كده في زنزانه وشكله عبيط قوي واهبل، استحاله يبقى هو الشخص اللي هم قالوا عليه كده.
بتبص له وبتقول له ايه اللي حصل؟ فبص لها وقال لها انا اسف يا حبيبتي، انا عملت ده كله. وهنا بقى العالم اللي هي كانت بنيان نفسها كله نهار عليها. وهنا ابتدى يقول معلومات خطيره وكمان تفاصيل مرعبه جدا. سالوه قالوا له ازاي حصل الموضوع ده كله، واحكي لنا ايه اللي بيجي في بالك لما يجي وصف او كلمه وحش، شخص وحش. ابتدى يحكي لهم ان هو ازاي بيشوف ان في حاجه اسمها وحش، وانه في شخصيات كتيره جدا فيه هو نفسه شخصيا. لما سالوه ايه العلامات اللي موجوده على رقبه دونا، قال لهم يا جماعه ببساطه الكابلات بتاعه الكهرباء الكبيره انا خنقتها بيها. لما سالوه ليه في علامات بلاستيك، قال لهم ده الاوبجكتيفاير بتاعي، الحاجه ده الاسم ان انا اديته للقفاز او الجوانتي بتاعي الاوبجكتيفاير. ليه بقى؟ لان هو بيحول الستات من ست من انسان لشيء، التشييء. يعني كان الموضوع بالنسبه له الست بعد ما تموت هو حاجه، اللي كان بالنسبه له اهم حاجه عنده ان هو يتعامل مع الشيء مش مع الست، عشان كده كان بيقتلهم بسرعه. بعدها بيمارس حاجه عندهم يا جماعه لاغلب القتله المتسلسلين، النكروفيليا. النكروفيليا دي ان هو يعمل علاقه مع الجثه بعد ما تموت، بعدها يمثل بيها. قال لهم وحكى لهم ان الموضوع جدا مثير بالنسبه له، وهو كان مدمن لحاجه زي دي لان هو كان بيتفرج عليها على الانترنت. قال لهم كمان ان اني مور الست العجوزه اللي كانت ميته سنه 1994 هي كمان كانت نوع من انواع الضحايا بتاعته. لما سالوه في خلال اسبوع كامل من التحقيقات قول لنا رقم تقريبي للناس اللي انت عملت فيهم كده، قال لهم يا جماعه 1 4 6 10 15 20. احنا استحاله، وانا هعرف استحاله اقول لكم الرقم كام بالتحديد. في نص ما هو بيتكلم معاهم ابتدى يعترف ب4، وبعد ال4 ابتدى يعترف كمان ب4 تانيين، وهنا اكتشفوا ان في 8. هو كمان بيقول ان هو اكتر من 20 ولكن هو ما يعرفش هو كان حاططهم فين، ولكن الدليل المادي قدامهم اللي هو كان فيه 8 معاهم. ابتدى يحكي لهم كمان انا عايزه اقول لكم في موقف مضحك قوي حصل مع مراتي. في مره من المرات انا كنت رايح اجيبها من الشغل، هي شمت ريحه وحشه، ولكن ما تعرفش ان الريحه الوحشه دي كان في جثه وراها بالظبط معانا في العربيه. كانت لسه الجثه جديده اللنج، انا ما لحقتش اتخلص منها. هي اللي كلمتني وقالت لي تعالى خدني من الشغل، وما تعرفش اليوم هذا ان هي كانت راكبه ومعاها واحده ميته في العربيه. ابتدى يحكي وبيقول ان في اليوم ده لما راحت هي شغلها بالليل لقى ان الست دي رجليها حلوين قوي، فكان عايز ياخدها ويحتفظ بيها، ولكن ما قدرش ان هو يحتفظ بيها لانه كان فيه دم كتير قوي. ابتدى هو ينظف المطبخ بتاع بيته، ولكن مش عارف هم لقوا كم كميه دم موجوده في المكان ده، وهل هو نظف تنظيف عميق وهم ما لقوش حاجه، ولا ساب حاجات كتيره جدا. كان عنده فضول هو يعرف البوليس لقى ايه عنده في البيت، وكميه الدم اللي هو ما عرفش ينظفها كانت قد ايه في البيت. قال لهم كمان اللي هم ما كانوش قبضوا عليه هو كان هيكمل. لما ابتدوا يحققوا في شخصيته اكتر، عارفين في حاجه اسمها هايدن جيكل، دكتور عنده حالتين نفسيتين، واحد مسكين وواحد كويس، وفي نفس الجسم بتاعه في شخصيه سيئه جدا وشخصيه شريره. ده اللي كانت موجود في حاله شون هايدن جيكل. السؤال بقى اللي محيرهم كلهم ايه اللي خلى شون يعمل كده في الضحايا دي، وايه اللي خلى كده؟ لما شافوا وحققوا الحاجات اللي هو كان بيتفرج عليها، بيشوف ان هو كان دايما بيدور على مسارح جريمه. فهو لما كان بيعمل كده في الستات كان عايز يخلي لنفسه مسرح جريمه خاص بيه، ويبقى هو عنده البيس اوف ارت اللي هو اللي عاملها، ده مسرح الجريمه بتاعي. لدرجه ان هو لما تيري بتقول ان هو كان بيفرجها وبيقول لها بصي لقوا الستات عامله ازاي، بصي شكلهم عامل ازاي، كان بيوريها البيس اوف ارت اللي هو عملها، مسرح الجريمه بتاعه. حاجه تانية بقى اكتشفوها عنه ان هو كان بياخد صور للضحايا دي بعد كده، وبيقول ان هو بعد ما كان بياخد الصور دي كان بتحسسه باحساس النشوه، ان هو مبسوط قوي، وابتدى بقى ان هو يعني يبقى عنده اثاره بسبب الصور اللي هو واخدها دي، فده بيديله الموتيف وبيديله الدافع ان هو يكمل ويعمل حاجات اجدد. وابتدى يعترف ويقول ان اللي حصل له ده كان من زمان قوي عنده ولكن كان مختفي. ابتدى يحكي وبيقول ان هو عنده 12 او 13 سنه كان معاه بنت عمه وحاول ان هو يقتلها ولكن ما عرفش، كان عايز يشوف ايه الاحساس اللي هو هيحسه لما يعمل فيها كده. البوليس بقى اكتشف سر ان في حاجه عنده دور الجنازات. قال له ايه حكايه دور الجنازات عندك اللي هو المكان اللي بيدفنوا فيه الناس وكده وبيغسلوا فيه؟ قال له انا جدتي كان عندها مشروع دور جنازات، في الوقت ده انا وابن عمي كنا بنلعب، فكنت دايما بروح بشوف الجثث في الثلاجه، وفي يوم من الايام قلت له تعالى نخش في ثلاجه من الثلاجات دي وننام فيها نشوف ايه اللي هنحس بيه. وابتدى يحكي ويقول ان الاوقات اللي بيعمل فيها كده بتبقى الرؤيه عنده ضبابيه، مش عارف هو ليه عمل كده. بيقول انا كانه في سحابه موجوده على مخي، ولكن بيحس ان مفيش، استغفر الله العظيم، ان في اله في الكون ده غيره هو الاله. لما ابتدوا يحققوا اكتر اكتشفوا ان هو اللي حصل فيه ده
ورثه من ابوه. ابوه كان عنده ذهان، ابوه كان عنده امراض نفسيه كتير جدا، وده اللي خلاه يقعد في مصحه نفسيه، وده اللي ورثه شو من التخيلات، الجثث والكلام ده كله بسبب الحاجات اللي ورثها من باباه. يعني هو ورث المرض النفسي، وامه ما ساعدتوش والمجتمع اللي حواليه ما ساعدوش، فابتدى ان هو يبقى الشخص اللي هو كان عليه ده. وابتدت المحاكمه بتاعته، طبعا انتهت في الاخر قال لهم واتكلم، قال لهم ان هو ما كانش عارف هو بيعمل ليه كده، وما كانش حاسس باللي هو بيعمله، وهو ما كانش قاصد كل حاجه حصلت منه دي، وكل حاجه خرجت عن السيطره بتاعته. وطبعا يا جماعه أدين بحاله القتل كلها، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياه بعدم امكانيه الافراج المشروع. وكده تبقى خلصت قضيه النهارده. عايزه اقول لكم حاجه، عايزين دايما ان احنا نخلي في وعينا ونخلي في نفسنا ان في اشخاص بيمثلوا في الحياه دي، في اشخاص تعرف وتشوفهم وتلاقيهم قد ايه هو شخص كويس جدا، قد ايه شخص امور، قد هو شخص لطيف وطيب، وبالفعل هو مش كده، هو بيمثل كده علشان في حاجه ارعب هو مخبيها. لازم نخلي كمان في الجيل اللي طالع، في اولادنا، ان احنا نحكي لهم ان في ناس وحشه طالعه وبتكبر معانا في الجيل والزمن ده. لازم ان احنا الناس دي ناخد بالنا منها، ولازم ما نخليش نفسنا فريسه سهله للناس دي. نحاول ان احنا ندافع عن نفسنا، نحاول ان احنا ما نحطش نفسنا في مواقف تاذينا بعد كده. طبعا الحاجات المكتوبه لنا انها تحصل، حتى لو ايه هتحصل، مواقف، حياه، موت، كل حاجه هتحصل، ولكن الانسان ياخد بالاسباب ويبعد ابتعاد تام عن الحاجات دي كلها. اتمنى قضيه النهارده تبقى عجبتكم، وما تنسوش رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.